عنده خبرة، يعرف يتعامل مع المباريات، لأنه صحيح مباراة اليوم تختلف حتى ولو فاز 4-0، يعرف أن في كرة القدم كل شيء ممكن. يعني المدرب واللاعبين أكيد راح يكونوا مركزين، يعني حتى ولو تلعب في رأسك وذهن اللاعبين. صحيح 4-0 تقريبا انتهت المباراة، ولكن لازم تلعب يعني المباراة اليوم. لكن متابع في دوري ابطال اوروبا دلوقتي الريمونتادا امر طبيعي في كرة القدم عادي. هذا يلزم تحتاج الى ريمونتادا، يلزم لها سيناريوهات. ممكن سيناريو المباراة، بداية المباراة كيف راح تكون؟ هل تسجل مبكرا؟ طب ما انا عاوز منك سؤال، كيف يتعامل خير الدين مضوي مع اللاعبين نفسيا وتكتيكيا؟ النقطة المهمة نفسيا الأولى هي الجانب النفسي الذهني، اوكي، الجانب الذهني. الرسالة والحوار اللي كان في غرفة الملابس مع اللاعبين وطيلة هذه الأيام بعد المباراة 4-0 راح تكون مختلفة. تحفيز لازم يكون مهم، بداية المباراة راح تكون مهمة، تسجيل مبكر راح يكون مهم، يعطيك دائما تحفيز. الجماهير مهمة، الجماهير في دعم ومساندة اللاعبين، هذه نقطة مهمة. ولكن ربع ساعة الأولى مهم جدا، مثل ما كانت المباراة الأولى في بركان نفس الشيء. 20 دقيقة تقريبا هدفين لصفر، وهذه هي اللي قتلت وكأنها يعني ذبحت اللاعبين. يعني بداية المباراة كانت سيئة، أول مرة نشوف يعني يلعب بهذا السوء. خاصة الشوط الأول أمامنا أو المباراة طبعا الذهاب، الشوط الأول 6 تسديدات، طبعا السيطرة المدنية بركان، 6 تسديدات في بركان، على المرمى 2 هدفان و58% مراوغات نجاح، يعني دائما الكفة في صالح نهضة بركان. أكيد حتى نهضة بركان، يعني حتى اللاعبين، حتى معين اليوم راح ينتظر، هو فايز 4-0 راح ينتظر يعني طريقة حتى لعب، وينتظر يلعب على المرتدات ويلعب على أخطاء شباب قسنطينة. صيادة الشوط الثاني يمكن نسبيا كان في تحسن لقسنطينة، هل يبني خير الدين مضوي على ما قدمه نسبيا من تحسن في الشوط الثاني؟ يبني عليه بالنسبه للتشكيله، راح يلعب بنفس التشكيله، سنأتي للتشكيله بعد لانها بها المباراه، بقيامه بتغييرات. اظن غير يعني ادخل الدراجي وادخل مدياحي راح يكون اساسي اظن، والدراجي راح يكون اساسي، لان طريقه لعب وحتى اللاعبين الموجودين واللاعبين اللي رجعوا من الاصابه ما عندوش الخيارات الكثيره خير الدين. تمام، تقريبا نفس التشكيله، ممكن تغييرين او ثلاث تغييرات، سنعود اليها بالتفصيل. التحفيز، ايوه، الجانب المعنوي هو اللي راح يركز عليه خير الدين. التحفيز والجانب المعنوي هو النقطة التي سيركز عليها خير الدين مضوي، لكن ماذا عن وائل الشعباني؟ كيف يتعامل أيضا مع مباراة اليوم؟ هل ممكن أو كيف يخرج اللاعبين من حالة الإحساس بأن التأهل أصبح مضمون؟ لا، هو اظن الشعباني عنده خبرة وعنده تجربة، ويعرف ان كرة القدم دائما ليست فيها ثقة، ليست بأمان، المفروض انه اول شيء يحضر لاعبين على المستوى الذهني، وهنا ينسى مباراة 4-0 ويلعب مباراة بداية ان المباراة السابقة كانت 0-0. اول شيء كما قلت دائما هو عدم استقبال الاهداف، التركيز خصوصا الجماعي كان الذهني. الصراعات دائما يكون فريق حاضر على مستوى الصراعات الثنائيه، دائما الكره الثانيه تكون من نصيب لاعبي فريق نهضة بركان. نهضة بركان شاهدناه تألق بشكل كبير، سجل 4 أهداف، هناك توازن كذلك على المستوى الدفاعي، على مستوى وسط الملعب، حتى على مستوى الهجوم لاعبين على مستوى جيد، خصوصا اللاعبين. الأحسن والأمثل هو تسجيل هدف في الدقائق الأولى لكي نعزز من ثقتنا في أنفسنا ولكي نجعل حظوظنا قائمة في العودة في المباراة، والبحث أيضا دائما على وضع الضغط وخلق الفرص وترجمتها إلى أهداف. الأمر لن يكون صعب، المهمة صعبة، ولكن في عالم كرة القدم المستحيل هو لا شيء. De toute façon, إجمالا pour être en finale, c'est la plus grande. هدفنا هو أن نكون في النهائي، وهناك دافعية وحافزية لدى اللاعبين حققوا المأمول في جولة الذهاب، ولست هنا لأحفزهم لأن الحافزية الذهاب إلى النهائي موجودة. أصلا علينا أن نستغل النتيجة الإيجابية التي حققناها في جولة الذهاب، هذا شيء مؤكد، لأن الفريق الخصم سيحاول أن يحقق العودة في هذه المباراة، ولكن لما لا نسجل في الدقائق الأولى؟